معجنات بالعجينة السحرية. أهلا وسهلا فيكم في مطبخ الأكلات الشعبية. يا ريت تشتركوا بالقناة، تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، شاركوا لمعارفكم، دعموا الفيديو بلايك لو عجبكم. يلا نبدأ. اليوم الفيديو مختص بالعجينة السحرية. هاي العجينة لكافة الاستخدامات، لكل المعجنات، للبيتزا، للمعجنات، يعني انتي فيك تحط الحشو اللي بدك اياه. فاليوم الفيديو عن خصوصا عن العجينة. مقادير عجينتنا هو 4 كاسات طحين، نص كاسة حليب بودرة، نص كاسة نشا ذرة، كاسة مي واحدة، تلت كاسة زبدة أو تلت كاسة سمنة، يعني 3 ملاعق، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة كبيرة ملعقة طعام سكر، ملعقة كبيرة كمان ملعقة طعام كمان خميرة، ملعقتين بيكنج باودر، ملعقتين لبن رايب أو علبة زبادي صغيرة. بنبدأ بتحضير العجينة. أول شي الطحين لازم تنخليه، لازم تنفضيه بالمنخلة شوي عشان ينفش بسهولة. فمنحط المكونات الجافة كلها مع بعض، يعني بتحطي 4 كاسات طحين مع كاسة الحليب مع نص كاسة الحليب مع نص كاسة النشا، مع الملح والسكر والخميرة والبيكنج باودر، وبتخركيهم مع بعض كتير كتير منيح بالملعقة. تخلطيهم مزبوط، بعدين بتضيفي 3 ملاعق سمنة أو 3 ملاعق زبدة، وبتعجني مزبوط بالزبدة حتى تفرط الزبدة على الآخر جوات الطحين. بعدين بتحطي كاسة المي. هاي المعايير تماما إن شاء الله. إذا كان الطحين اللي عندكم نفس الطحين اللي عندي ما حياخد أكتر من هيك، يعني هيك مقاديرنا ظابطة 100%. طبعا حسب الطحين تختلف كمية المي، بس أنا الطحين اللي عندي أخد كاسة مي تماما. وبعد ما بتخلطي المكونات الجافة بتحطي المكونات بقى السائلة. بتحطي اللبن الرايب ملعقتين. أول شي بتحطي الزبدة مثل ما قلتلك أو السمنة، وبتفركيها مزبوط مع المكونات الناشفة حتى يعني تتجانس معهم أو تختفي تقريبا. بعدين بتحطي ملعقتين اللبن الرايب أو علبة الزبادي، وبتحطي كاسة المي، وبتبدي بقى تعجني. العجين لازم ياخد معك من 10 دقايق لربع ساعة. بتضلي تعجني لحتى تلم العجينة كلها وتصير ملساء، يعني ما تعد تلزق لا بالطبق اللي انت عم تعجني فيه ولا بايديكي. بتغطيها بنايلون وبتغطيها ببشكير المطبخ مثلا اي شيء، وتتركيها نص ساعة لبين ما تختمر. بين ما اختمرت خلينا نجهز حشوات اللي بدنا نستخدمهم اليوم. انا عملت لكم لحمة بالخضار، يعني صفيحة بالخضار وصفيحة باللبن، وعملت لكم كمان الجبنة. هلا بكتب لكم المقادير بصندوق الوصف ان شاء الله. بس انا عملت لكم 3 خلطات هن هدول. هاي بالجبنة تحطي البيض والجبنة والبقدونس وحبة البركة وفلفل وملح، وبتحطي كمان الخضار، بتحطي بقدونس، بندورة أو طماطم وبصل مع اللحمة، واللحمة التانية مع اللبن ودبس الرمان ضروري بالوصفتين. يعني تحطي لبن ولحمة وبصل ودبس رمان وملح وفلفل بس، يعني ما في أسهل من هيك ولا في، ما بدك كل هالشربكة يعني. وفيك تعمليها هاي عجينة بيتزا، فيك تعمليها بالفراخ، هاي فطار الفراخ. فيك تعملي اللي بدك اياه، اي عجينة بتخطر على بالك فيك تحطيها. هاي اللانشون اي شيء بخطر ببالك تحطيها، هي خرافية. حتى فيك تحشيها شوكولا وتعمليها مثل يعني كرواسون او شيء كمان حتنفع معك. يعني فيك تتحكمي بس بسماكة العجين، بحيث انتي بتلعبي بسماكة العجين بحيث تاخدي الشيء المطلوب معك. هاي عجينة سحرية كل الاستخدامات. هلا مثل ما انك شايفك عم نخلط المكونات تبع الحشو، وان شاء الله ولا اسهل من هيك ولا حتاخد معك كمان بالفرن وقت طويل. ربع ساعة بالكتير ان شاء الله بتكون خلصت. انا ما عملت كمية كبيرة، يعني عملت نحن عشان مو كتار كتير. فهلا بتشوفي النتيجة، وفعلا طلعت طعمتها خرافية. عملتها سميكة هاي المرة، واذا بتحبي طبعا تعمليها، يعني انت فيك تتحكمي بسماكة العجينة مثل ما بدك. وهي كتير كتير يعني كتير مطيعة إلك العجينة، ما حتعذبك ابدا بهاي المقادير وبهاي الطريقة. يعني مثل كأنك عم تلعبي بالسلايم. كتير ما يعني مو مثل المطاط بتحسيها، لا
تحسيها انه كتير هيك مطواعة الى ايدك وما حتعذبك ابدا. هلا هون ان شاء الله حنمد العجينة هذا بس، يعني هي وان شاء الله حتاخد كمان نص ساعة بالكتير تكون خلصت العجينة. بعد ما اختمرت العجينة حتطلعيها وبتقسميها انتي الحجم اللي انتي بدك اياه، وبتحطي على وشها او بتحشيها مثل ما انتي بدك تماما، وبتحطيهم بالفرن. تكوني حامية الفرن على درجة 180 درجة، وبتحطي الرف بالنص. طبعا بتدهني الصينية بالزيت بالأول، وبتدهني وش المعجنات. طبعا إذا كان في وش بتدهني بصفار البيضة مع ملعقة حليب ورشة فلفل أبيض يكون أو أسود اللي بدك إياه، مشان بس زفارة البيض أو زنخة البيض. بتعمليهم فرشاة السيليكون شوي على الوش مثل ما حتشوفي هلأ، وحطيهم بالفرن من 10 دقايق لربع ساعة إن شاء الله بتستوي فورا. وطالعيهم اعملي جنبهم أي مقبلات بدك إياها، لبن، سلطة، فليفلة خضراء اللي بدك إياه. شاي مثلا ممكن تشربي تاكلي معجنات مع الشاي، ممكن معجنات مع عصير. كمان فيك تتحكمي بالمقبلات اللي انت بتحبيها. ان شاء الله هيك الوصفة تنال اعجابكم وصحة ومليون هنا. اكتبوا لي بالتعليقات رأيكم لو جربتوها، واذا حابين تجربوها. اكتبوا لي كمان شو حابين نعمل بالقناة عشان نجرب معكم كل الاكلات اللي انتم بتحبوها. واهلا وسهلا فيكم. يا ريت ان شاء الله بس تشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، شاركوا لمعارفكم، ادعموا الفيديو بلايك لو عجبكم. ان شاء الله حيعجبكم باذن الله، وجربوا هيك نفس الطريقة. وصحة ومليون هنا. الى اللقاء بالفيديو القادم.